سلاح. نشطت حركة التسلح من جديد عبر الحدود التونسية الليبية، حيث أظهرت تقارير استخباراتية فرنسية أن خطوط الإمداد تمر عبر مراكز لتجميع الأسلحة في ليبيا قادمة من مصر وصولا إلى المقاومة المسلحة في الجنوب التونسي، ثم إلى جيش التحرير الجزائري على الحدود الجزائرية. كما كشفت محاضر الاستنطاق تحت التعذيب لمقاومين تونسيين تلقيهم تدريبات عسكرية في مراكز تدريب ليبية. فرنسا عندما خاضت أول معاركها مع جيش التحرير الوطني تكبدت خسائر جسيمة، لأن المقاومة في الجنوب الشرقي اتصلت بإمدادات من السلاح من مصر. الثوار يحملون أسلحة، البعض منها بدائية تماما ورثوها من الحرب العالمية الثانية، والبعض منهم من الأسلحة التي جاءت من ليبيا عن طريق عبد الله الحداد الموجود في تيجي في ليبيا، وهو مركز كبير جدا لتجميع السلاح وحتى الملابس وكل ما يخص الثوار، وهو مركز مهم جدا لابد أن نذكره. هنالك كان رجل معناها بطل من الأبطال الذي قدم الدعم والمساعدات للمقاومة في تونس، وهو المقاوم عبد الله عمر الحداد. هذا من قبيلة الصيعان بتيجي، قدم جزيل الخدمات للثورة التونسية وللثورة الجزائرية، وكان ينسق عملية تهريب السلاح من ليبيا نحو تونس ثم إلى الجزائر. وجينا لعبد الله الحداد، هزينا السلاح، هزينا منه 25 بندقية. السلاح جبنا منه على الجمال، دخلناه للمنطقة متاعنا، كلفت له زوز من الناس هنا، واحد منهم قاعد موجود يقول له عبد الله شديري، وواحد توفى يقول له سعد بن عبد الله. في ليبيا أنشئ معسكر سنة 56 في مزرعة الحاج عياد ربانة قرب طرابلس، يبعد 15 كيلومتر عن طرابلس. هذا المعسكر كان يضم تونسيين وجزائريين ومغاربة، أولا يتدربون على السلاح، وثانيا تجمع فيه كل كميات السلاح التي تأتي إلى المقاومة الجزائرية والتونسية، وتنقل عبر مسالك صحراوية وبحرية إلى المقاومة سواء في الجنوب الشرقي أو أيضا إلى في مناطق متقدمة، أي في الحدود الجزائرية التونسية أين تعسكر المقاومة الجزائرية. أنا ودي نعاون حضرتي بالسلاح الرقيق، ننزل فيها البهيمات ونوصلوهم فيها المزبل من هيك. وكانت هذه المسالك أغلبها صحراوية تنقل عن طريق الإبل، وكان جزءا كبيرا منها وصل إلى المقاومين في الجنوب التونسي ومنها إلى ثوار تطاوين، واستعملت بمعركة جبل آجري كمية كبيرة، وهو سلاح متطور قادر على إحراج فرنسا. فمنه جاءت الرشاشات، ومنها الرشاشات معناها